السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين وأخبار رياضية جديدة والكورة مع المصري. رسميا الأهلي يضم بيكم لمدة 5 سنوات مقابل 12.5 مليون جنيه. وقع أحمد رمضان بيكم مدافع وادي دجلة على عقود انتقاله للأهلي بشكل رسمي اليوم الاثنين مقابل 12 مليون و500 ألف جنيه دون دخول لاعبين في الصفقة، بعدما كان الاتفاق الأول ينص على دفع مقابل مادي بخلاف إعارة 2 من لاعبي الأهلي لوادي دجلة. عاد وطلب مسؤولي دجلة أن تعقد الصفقة بعيدا عن اللاعبين على أن يتم حساب قيمة صفقات المعارين حال الاستقرار على ضم أي لاعب بعيدا عن صفقة بيكم. ويتواجد أحمد رمضان بيكم حاليا في مقر الأهلي بعد توقيع عقود انتقاله للأهلي في حضور أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي، ليصبح الصفقة الثالثة للفريق بعد طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بنو. واتفق مسؤولي الأهلي مع دجلة على دفع قيمة الصفقة على قسطين، وعرض الأهلي على دجلة استعارة 3 لاعبين على أن يتم خصم قيمة إعارتهم من قيمة الصفقة، إلا أن الثلاثي المعروض لم يلق قبولا لدى الإدارة الفنية لوادي دجلة، ليتم صرف النظر عن فكرة استعارة لاعبين والتركيز على المقابل المادي فقط. أحمد رمضان بيكم 23 عام، شارك الموسم الماضي في 30 مباراة بالدوري بقميص دجلة، سجل هدفين وصنع تمريرة ناجحة، ونفذ 7 عرضيات بشكل صحيح من إجمالي 23 بدقة 30%، ومرر الكرة بشكل صحيح 31 مرة من إجمالي 41 بدقة 76%، وبلغت تمريراته القصيرة معدل 92% بواقع 1201 تمريرة من 1300. رسميا انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد 11 ديسمبر المقبل. أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الدوري الجديد سوف ينطلق 11 ديسمبر المقبل، قائلا: على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدوري سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدوري سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا. وأعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة شعار الدوري المصري الجديد بعد تعديله، ويجري الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين قرعة مسابقة الدوري الممتاز موسم 2021، ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة بواقع مندوب عن كل نادي يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته، مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين. وكشفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن هوجة رئيس لجنة المسابقات الجديد اليوم الاثنين على هامش قرعة الدوري الممتاز، حيث تم تعيين مازن مرزوق خلفا لحسام الزناتي رئيس اللجنة السابق الذي رحل للعمل كمدير رياضي بنادي الجونة في الموسم المقبل. اتحاد الكرة يعلن إقامة الدوري الجديد على دورين وعدم توقفه في الأولمبياد. أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز التي ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل سيتم إقامتها على دورين بعد رفض الأندية مقترح اتحاد الكرة بإقامة الدوري من دور واحد، ثم إقامة تصفيات لتحديد البطل، ليتم في النهاية الاتفاق على إقامة البطولة على دورين. وقال رئيس لجنة المسابقات في مؤتمر قرعة الدوري: مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أي فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه في المنتخب الأولمبي. لن يتم تأجيل أي مباريات إلا في الظروف القهرية فقط. وأضاف مرزوق: على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدوري سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدوري سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا. تعرف على 17 مواجهة للأهلي في الدوري الجديد.
أسفرت قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2021 والتي أقيمت اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن مواجهة الأهلي لفرق مصر المقصة في افتتاح المسابقة ضمن منافسات الجولة الأولى. كما أسفرت قرعة الدوري الممتاز لموسم 2021 عن ملاقاة الأهلي للزمالك في الجولة الرابعة على أن تقام مباراة الدور الثاني في الجولة 22. وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي: الجولة الأولى المقصة، الجولة الثانية غزل المحلة، الجولة الثالثة الاتحاد السكندري، الجولة الرابعة الزمالك، الجولة الخامسة وادي دجلة، الجولة السادسة سيراميكا كليوباترا، الجولة السابعة الإنتاج الحربي، الجولة الثامنة البنك الأهلي، الجولة التاسعة المقاولون العرب، الجولة العاشرة بيراميدز، الجولة الحادية عشر سموحة، الجولة الثانية عشر الإسماعيلي، الجولة الثالثة عشر إنبي، الجولة الرابعة عشر طلائع الجيش، الجولة الخامسة عشر المصري، الجولة السادسة عشر الجونة، الجولة السابعة عشر أسوان. وعلى مدار التاريخ نجح الأهلي في تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكا على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلي إلى 137 بطولة خلال 113 سنة، هو عمر القلعة الحمراء التي تأسست عام 1907. وتوج المارد الأحمر ب 42 بطولة دوري عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، و10 ألقاب سوبر محلي، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دوري منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري. المصري يواجه الزمالك في الجولة السابعة بالدوري والأهلي بالخامسة عشر. أسفرت قرعة الدوري الموسم الجديد 2021 عن مواجهة المصري البورسعيدي للزمالك في الجولة السابعة من عمر المسابقة، بينما يواجه الأهلي في الجولة الخامسة عشر. ومن المقرر طبقا للجدول الذي أعده لجنة المسابقات برئاسة مازن مرزوق أن يستضيف المصري القطبين على ملعبه في الدور الأول على أن يخرج للفريقين في الدور الثاني. وأكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الدوري الجديد سوف ينطلق 11 ديسمبر المقبل، قائلا على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف وأن الدوري سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات. موعد مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري للموسم الجديد: يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الزمالك في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد، المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر وفقا للقرعة التي تجري حاليا بأحد فنادق الجزيرة، وذلك ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالمسابقة المحلية. وعلى مستوى مباريات الدور الثاني من البطولة يلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 21 في القمة الثانية بالموسم. وكانت القرعة قد أسفرت عن مواجهة الأهلي مع المقصة في الأسبوع الأول، بينما يلتقي الزمالك مع المقاولون في نفس الأسبوع من البطولة. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.